السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله احنا جايبين لكم كذا عربية مستعملة، أسعارهم أو الرينج بتاع أسعارهم. يعني احنا مش جايبين العربيات ذات نفسها، احنا هنقول لكم العربيات دي ممكن تكون موجودة في السوق في رينج كام. فعايزين نتفق مع بعض على حاجات معينة. أولها إن أنت بالنسبة لك حضرتك احنا بنتكلمش، احنا بنتكلم على حسب الحالة. يعني هنقول لك مثلا رينج العربية ده من كذا لكذا حسب الحالة. يعني ممكن حضرتك تروح تلاقي في إعلان إن الإيه العربية ذات نفسها حالتها أو تمنها أعلى من كده، ساعتها ممكن يبقى ايه، يبقى الحاله ذات نفسها بتاعتها يعني جيده جدا او ممتازه، وفي نفس الوقت بتعدلها في حاجه متعدل هي فيها او في حاجه متضافه عليها، فطبيعي هيبقى السعر اعلى من السعر اللي احنا بنقوله. دي حاجه. الحاجه التانية، حضرتك هتاخد مثلا السعر ده او هتعرف السعر ده، تبدا مثلا لما تيجي تتواصل مع حد شايفه عامل اعلان، حضرتك ساعتها تبقى تتواصل معاه، ساعتها مثلا يعني تروح تفحص العربيه او تشوفها معاه وتتفق معاه والكلام ده كله. دي الحاجه التانية. الحاجة التالتة برضو ان احنا عاملين الفيديو كحل لظروف العربيات اليومين دول. يعني حضرتك النهارده لما بتيجي تشتري عربية جديدة او بتشوف اسعار العربيات الجديدة عامة بتتوهم حاجات ارقام خزعبلية. فالنهارده بالنسبة لنا او بالنسبة لاي حد عايز يشتري عربيات بيدور بقى الحاجات اللي هي القديمة، الحاجات القديمة اللي تمشي معاه. فاحنا النهارده جايبين اكتر من عربية هاتشباك، عربيات صغيرة تكفي مثلا عيلة صغيرة او مثلا تناسب بنات او ستات او تناسب مثلا شباب. فيعتبر يعني احنا يعني الفيديو كله عبارة عن عربيات مقترحة تقدر تشتريها لو انت معاك تمنها، ولو انت بالنسبة لك ظروفك او ظروف حياتك مثلا، او انت كشخص او كعيلة صغيرة تقدر انها تتوائم مع الايه العربية دي، او العربية دي تناسب اصلا امكانياتها المادية وامكانياتها برضو من ناحية الايه العيلة ذات نفسها. اول عربية معانا هي كيا بيكانتو موديل 2008. كيا بيكانتو طبعا العربيات دي كلها هاتشباك اللي احنا هنتكلم عنها. كيا بيكانتو بينزل منها مانوال بخمس سرعات وفي اوتوماتيك اربع سرعات. سعرها بيكون من 230 ألف لحد 270 ألف. ده سعرها اللي متداول في السوق حاليا. العربية دي بتكون الموتور بتاعها 1100 سي سي. تمام. وزي ما قلنا في خمس سرعات وفي أربع سرعات. البنزين اللي بتقطعه 6 لتر كل 100 كيلو. مميزات العربية عامة من جوه إن بيكون فيها فرش جلد، وبتكون العربية برضو فيها من جوه راديو كاسيت. مزايا العربية دي إن فيها بتوفر بنزين، يعني تقريبا بتقطع 6 لتر كل 100 كيلو، ده طبعا موفرة في البنزين. أما العيوب فممكن نقول مثلا قطع غيارها غالية، لأن أصلا عامة يعني يعتبر كيا برضو قطع غيارها مش في الرخيص. العربية اللي بعد كده اسبرانزا اي 113 2007. العربية دي ينصح بيها جامد جدا ناس كتير، عربية حلوة. العربية دي برضو مفيش شكاوى منها كتير. العربية دي بتنزل بموتور 1300 سي سي مانوال خمس سرعات. العربية بيكون فيها من جوه تكييف وراديو وإزاز من بره، إزاز كهرباء، وفيها فوجات، والمرايات بتاعتها بتكون كهرباء. العربية دي أسعارها من 120 ألف ل140 ألف. يا جماعة هي الأسعار دي يعني احنا بنتكلم النهاردة فعلا الأسعار بقت غالية جدا، وبقى كل اللي بيعرض يعني بيقول سعر وخلاص. يعني العربية دي مثلا هنقول من حوالي 6 7 شهور كانت عاملة مثلا 80 ألف. ده الكلام العادي، وده فعلا يعتبر أصولها. لكن حاليا طبعا معروف إن الأسعار في السوق بتغلى بطريقة غريبة. وممكن برضو حضرتك تلاقي مثلا العربية دي بسعر مثلا أقل، بس ممكن تبقى فيها حاجة عامة. العربية الاسبرانزا اي 113 بتكون فيها فوجات من بره، وبيكون فيها تكييف، وبيكون فيها راديو من جوه وإزاز كهرباء ولايات كهرباء. العربية مميزاتها إن بتكون لها قطع غيار متوفرة وقطع غيارها رخيصة. مساحتها من جوه كويسة جدا، تقدر كمان تطوي الكلمة الخلفية عشان خاطر توسع الشنطة ذات نفسها. العيوب بقى ان العربية طبعا الثبات بتاعها مش كويس، الكاميرا بتاعتها مش اللي هي التصميم بتاعها طبعا من جوه قديم. وده طبعا حاجات كلها متوقعة في العربيات دي. العربية اللي بعد كده معانا وهي آخر عربية هيونداي اتوس 2010. العربية دي سعرها من 150 ألف لحد 180 ألف حسب الحالة برضو. العربية بتنزل بموتور 1300 سي سي خمس سرعات. العربية دي بتنزل بجنوط 14 بوصة. استهلاك البنزين بتاعها بيكون 6 لتر واحد من عشرة كل 100 كيلو. من جوه بيكون فيها كاسيت وتكييف بس. بالنسبة للمميزات والعيوب فهي برضو مميزاتها إن العربية طبعا معروف إن قطع غيارها رخيصة زيها زي أي عربية من عربيات هيونداي. لكن العيوب إن ممكن تكون مثلا العربية برضو مساحتها من جوه مش كبيرة للدرجة، العربية برضو أصغر شوية. إحنا برضو قلنا لكم العربيات دي عشان برضو في ناس كتير أوي بتسأل يعني نجيب إيه حاليا. معايا مثلا 70 80 ألف ماشي، فعايز أجيب إيه. طبعا 70 80 ألف ما تجيبش حاجة دلوقتي، 70 80 ألف كتيرك أوي هتدفعها في مقدم وبعد كده تقسط. ممكن تلاقي مثلا عربيات زي كده، مثلا ممكن يكون حد وليكن مثلا يقول لك يا عم مش مشكله هاخد مثلا المقدم ده وتقسط الباقي، او مثلا معارض بتعمل الكلام ده كلها مثلا. بس المعارض عامه بتبقى بنسبه كبيره جدا، مفيش حاجه اسمها العربيات القديمه دي. يبقى بالنسبه لها مثلا عربيات مثلا ممكن من اول 2014 2015. حضرتك ممكن تزود شويه
فتخش مثلا في سكة 100 مثلا 120 130 وتجيب حاجات زي كده. في ناس النهاردة مثلا بيبقى معاهم عربية زي كده يبقوا عايزين يبيعوها ويكملوا على تمنها ويشتروا عربية تانية، فممكن يتهاون شوية في حاجات زي كده. في ناس ممكن تبقى بالنسبة لها العربية مثلا من جوه الفرش بتاعها خلاص داب، تمام. في حاجة مثلا الفوانيس ذات نفسها في حاجة من بره، في مثلا فيها عيوب هي كده كده فبتقول لك بدل مثلا المصرف على العيوب دي، لا ما بيعها بحالتها وخلاص. فاحنا برضو حابين نقول لكم على كذا عربية كده ممكن تكون برضو يعني حل لحد مثلا عايز يشتري عربية ومعاه مبلغ قليل. لو عجبك الفيديو نعمله بلايك وشير، ولو لسه ما اشتركتش دوس سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، ونقابلكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.